نجم حلقة واحد منهم النهاردة شيخ مختلف. خلاص هننام مع الصبيان. أسطورة الشتيمة، أي سافر يتهمنا بده. عاشق إلهام شاهين، الفاشلة الفاجرة الشيخ عبد الله بدر، انجلوريوس باسترد مصر. لإدراك المؤثرات السوسيولوجية المؤثرة في حالة عبد الله بدر لازم نرجع لتاريخ الشخصية النفسي، لأيه كان زمان مركز على الأخلاق. تعرف المسلم بخلق مش يسمع القرآن يعيط ويسجد ويطول. خلقه انت مين انت؟ يا سفلة يا سفلة. الديوث كانت بتطلع تترقص ومش عارف بمؤخرتها مش عارف ايه. واللي يزعل يطاق. ولأن دي الأخلاق من وجهة نظر عبد الله، فبالتالي عنده مبرر للشتيمة. الشيخ عبد الله بدر هيبقى أول صحفي يمنع حبس الصحفيين في قضايا السب والقذف بما لا يخالف شرع الله، لأنه عنده دليله إن الصحابة كانت بتشتم. فقال له أبو بكر امصص ببذر اللات. لو وضحتها الكلمة دي كان هيتعمل تصدق لأبو بكر الصديق قضية سب وقذف. وبالبحث ورا القصة بتاعت المص دي كان في تفسير إن عبد الله مصدره الدراما. بيتفرج على أفلام النادرة. وانت ليك فيلم زمان اسمه ذئاب لا تأكل اللحم، انت عارفه كويس، يا ريت تخش تشغله وتقعد تبكي وتتوب لربنا، لان انت ممكن ما بين عشية وضحاها تلقى ربا كريما. حتى الشيخ مهتم اهتمام خاص بمسلسلات رمضان. حبوا حبوش. لا اعمل بديل. اتق الله. حبيبة حبوش. الراجل اللي شايف ان امسس ببذر اللات مش شتيمة، بس احبوش حاجة قبيحة، طبيعي يبقى عنده عادات غريبة، فبيجمع صور بطلته المفضلة. اقول لك تطوب عن ده اللي هو ايه؟ الكاميرا فين؟ اقول لك وما تزعلش. اللي هو ايه؟ الكاميرا فين؟ اللي هو وصله وقول لي ده راجل قاعد مذاكر افلام الهام شاهين وكانه نفسه في الهام شاهين. أنا متجوز إلهام. ولاننا لازم نكون محايدين فجبنا حد يدافع عن عبد الله. بخبرتي اعتقد ان شيخ عبد الله بدر وقع عليه الظلم، وده نتيجه انه مش شاطر في الرياضيات، وبالتالي كل اسئلته بتركز على الاعداد والارقام. كم واحد قبلك في افلامك ومسرحياتك بتتكلم عليها؟ وكم واحد حضنك في افلامك ومسرحياتك اللي بتتكلم عليها دي؟ وكم واحد اعتلاكي في افلامك ومسرحياتك اللي بتتكلم عليها دي؟ ولانه شايف ان الصحابه كانت بتشتم وبيجمع صور الهام شاهين وبيعشق مسلسلات رمضان، عبد الله مش هينفع يكمل كشيخ، ولازم نشوف له شغلانه كده. لو عايز ترشح عبد الله بدر لوظيفه جديده اتصل الآن. أنا أرشح عبد الله بدر لمنصب رئيس جهاز التعداد السكاني، رئيس تحرير مجلة الشبكة والكواكب، ممثل المسلسلات التاريخية. عبد الله بدر مش مجرد شخص، عبد الله بدر أسلوب حياة. أسلوب حياة. أسلوب حياة.